يوسف كان يحب مريم، وكانا مخطوبان ومزمعان أن يتزوجا قريبا. يوسف كان يعيش في الناصرة، لكن بقية أقربائه كانوا يعيشون في بيت لحم. وحدث أن صدر أمر من الملك الجديد قيصر بأن يتم إحصاء عام للمواطنين في مملكته، فقام يوسف ومريم وذهبوا إلى بيت لحم. وفي ذلك الحين حان الوقت لمريم لكي تلد ابنها، فبحثوا عن مكان جيد لكي يناموا فيه، لكنهم لم يجدوا لأن الفنادق كلها كانت محجوزة بسبب الإحصاء. وكان أن رجلا رآهم حائرين فتحنن عليهم وقال: إن أردتم فأنا عندي مكان في اسطبل الحيوانات. فعندما اضطروا لأن يذهبوا ويبيتوا في اسطبل الحيوانات، ما كان من يوسف إلا أن يذهب ويتأكد من تحضير مكان دافئ لمريم لترتاح فيه. وبينما هما في الاسطبل ولدت مريم طفلها يسوع، فقمطته ووضعته في مزود الحيوانات.